الجزائر وهي تعيش آخر أيام الحملة الانتخابية الممهدة للاقتراع التشريعي المزمع يوم الخميس القادم، ولأسباب اختلط فيها السياسي بالأمني بدت هذه الحملة باهتة رغم وفرة المرشحين وتباين رؤى وتوجهات المتنافسين. احنا اعتبرنا باللي قضية حياة أو موت. رحنا في كل الجزائر مثلما في 2005 لما كان ميثاق السلم والمصالحة، وبالرغم من تناقضاته والنقائص نتاعو قلنا احنا هذه مبادرة جزائرية تكرس السيادة الوطنية. 24 حزبا تشارك في هذه الانتخابات إلى جانب عشرات القوائم المستقلة، وإرساء دعائم السلم الأهلي والمصالحة الوطنية تأتي هنا في صدارة وعود الساسة وهم يخطبون ود الناخبين. معكم وبكم نبني جزائر المجد، معكم وبكم نواصل سياسة المصالحة الوطنية. الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة انقسمت على نفسها حيال المشاركة بين مؤيد ومعارض، فمثلا رابح كبير دعا إلى المشاركة باعتبار أن من شأن الاستحقاق القادم أن يرفع أسهم المصالحة الوطنية، فيما نادى عباس مدني وعلي بالحاج بضرورة تبني خيار المقاطعة. وعلى نفس النهج سار حسين آيت أحمد الزعيم التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية. المطالبون بمقاطعة الانتخابات الجزائرية ينطلقون في دعوتهم تلك من أن اللعبة الانتخابية محسومة النتائج سلفا، ويرد دعاة المشاركة بأن ذلك هو من قبيل الأحكام المسبقة، ويرى المعتدلون أن الأمر هو تكريس لمبدأ من مبادئ الديمقراطية ألا وهو الاختلاف، طالما أن ذاك الاختلاف لن يفسد للود قضية. محمد عبد الله ممين، العالم، العاصمة الجزائرية الجزائر.